هو ربنا قصده انه لو فكرت عن اي حد المفروض ما اقولش رايي، او حد بيقتل وحد بيسرق، ازاي يا رب تقول انه الاثنين دول مش هيدخلوا ملكوت الله؟ اللي بنشوفه على السوشيال ميديا بيسهل علينا قوي الاحكام. الخطيه مش بعيده عن اي حد. حاجه من الحاجات اللي اتعودنا نعملها من واحنا صغيرين ان احنا نحط الناس في خانات، والموضوع اوقات بيكبر معانا لدرجه انه مش بس بقينا بنحط عليهم استيكرات، لا بقينا كمان بنحكم عليهم احكام. والمسيح وضح انه لا تدينوا لكي لا تدانوا. تعالوا نتكلم مع بعض يعني ايه ادين، وازاي السوشيال ميديا والحاجات اللي حواليا بتاثر عليا في الموضوع ده، وازاي اتخلص منه. يا مانويلا ازيك؟ ازيك يا كريم، ايه الاخبار؟ انا كويس، متحمس قوي ان احنا مع بعض النهارده. وانا كمان. عندي حاجه كده صغيره كنت بعملها زمان. ايه حاجه صغيره دي؟ حاجه كنت بعملها وانا صغير زمان. كنت احب دايما احط عناوين كده على الناس. يعني كنت احب اقول مثلا ايه، فلان الطويل. لما كبرت وبقيت بحكم بقى على الحاجات اللي في الناس، انه فلان مش بقى حاجات في الشكل، لا في التصرفات بقى. وبعد كده اتصدمت طبعا في الموعظة على الجبل من الجزء بتاع لا تدينوا لكي لا تدانوا. وحسيت انا مش فاهم، هل انا كده كنت بدينهم ولا انا مش بدينهم، ولا بس بتكلم عنهم بشكل حلو او وحش فممكن اغيره؟ فممكن تقولي لي يعني ايه لا تدينوا؟ يعني ما اعملش ايه؟ يعني ايه اللي ما اعملوش بالظبط؟ عايزه ابتدي من حاجه انت قلتها. واحنا صغيرين غالبا كلنا كنا بنميز الناس بالشكل. صح. فالحق ده انكل الطويل او طنط اللي مش عارفه عامله ازاي، علشان لسه مش قادرين نربط اسم الشخص مثلا او ده اللي فاكرينه عنه. صح. كأن اول امبريشن او اول انطباع. شويه لما بنكبر بنقول لا فلان اسمه كذا. اوكي. فالليبلينج او الاسامي والعناوين اللي بنلزقها طول واحنا ماشيين واحنا صغيرين بتبتدي واحده واحده تتبدل باسامي اشخاص. بس ده في سيناريو البيرفكت، العالم المثالي. طب العالم بقى بتاعنا ايه اللي بيحصل؟ بحس قوي انه في الايه بتاعت لا تدينوا لكي لا تدانوا، احنا سمعناه كتير في وعظات وبقت عصايه. فبقت الناس خايفه من الايه دي، فمش بتفكر فيها، مش عايزه تناقشها، مش عايزه تخش العمق جوه الايه دي. هو ربنا بيمنعنا ان احنا نحكم، بيمنعنا في الايه دي ان احنا نقول راينا. طب انا دي كانت اسئله جوايا، هو ربنا قصده انه لو فكرت عن اي حد المفروض ما اقولش رايي عشان ما دينش، عشان لو انا دنت يبقى انا كده هدان وانا خلاص انا كده بوظت عارف الدنيا. الصراع. انا كده بوظت الصراع الدنيا. انا كده، فاحسن لي ما افكرش. اوكي. طب هل ربنا كان قصده من الآية دي إن إحنا أحسن لنا ما نفكرش في الناس بأي شكل؟ يعني اكيد ما يعني اي حاجه ما فيهاش تفكير ما اظنش ربنا بيحرض عليها خالص. دايما بيحرض انه نفكر، نحس، نستخدم الحواس اللي مديها لنا. فاكيد يسوع، مش لا. وبتهيألي يسوع أكتر واحد كان هو بيسأل أسئلة عشان يجبر ناس تفكر. فكان دايما يسوع لما بيقول ستيتمنت أو مقولة أو آية، أو وقتها ما كانت بالنسبة لهم مش آية، كانت بالنسبة لهم الكلام بتاعه كان بيجبر الناس تفكر. فكان في ناس بتتضايق، كان في ناس بتقوم وتمشي. فلما بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، دي كانت حاجة صعبة لكنها كانت بتخبطهم وقتها. طبعا. طب ما انت نفس الشخص اللي بتقول لنا انه في انبياء كذبة. صح. ما انت نفس الشخص اللي بتقول لنا انه هتعرف الناس من ثمارهم. ما انت نفس الشخص، وانا بقرا دلوقتي وحتى عماله افكر في الايه دي، ما انت نفس الشخص يا يسوع اللي بتقول انه ما تطرحش ضراركم للخنازير وللكلاب والايه اللي هي في الاخر دي انه في ضرر، يعني في كان لقالق المفروض ما ارميهاش لاي حد. وانه ايه اللي انت بيحصل؟ نفسك حسستني ان انت يعني ان انت كأنك بتقولي فكري، بالظبط. احكمي على الموقف. احكم على الناس. بس انت في البداية خالص قلت لي لا تديني لكي لا تداني، او لا تدينوا لكي لا تدانوا. فباخد الإدانة او الحتة دي من منظور تاني خالص. واعتقد من يعني على حجم معرفتي القليل هقول انه الإدانة هنا يسوع بيقول بيها انه افتكر انك انسان. قصدك ايه؟ وضحي لي اكتر. انه انت طول ما انت انسان، طول ما انا افتكر ان انا انسان، انا مش ربنا، انا مش الحد الكامل، هفتكر ان انا كمان بغلط، هفتكر ان انا كمان بقع، هفتكر ان انا كمان بكذب. غالبا كذبت كذا مرة، غالبا اوقات غشيت، غالبا اوقات
اذيت حد. اذيت حد، جرحت حد، كنت السبب اذى لحد. فمن فضلك قبل ما تقول انه الشخص ده ازاي عمل كده، هو ازاي اتصرف ده، افتكر انه غالبا انت كمان عملت ده. فما أوكي. تدينش، مش عشان ما تفكرش، بس كأن يسوع اكتر بيحث في الآية دي انه افتكروا انت انسان. فبليز لما تيجي تبص على موقف اعمل زوم اوت، ابعد خالص، كبر العدسة بتاعتك، حط نفسك مكان البني ادم ده. اوكي. حتى لو عمل خطية صعبة جدا، زنى، قتل، سرق، دي حاجات مش سهلة اخلاقيا، مش سهلة خالص. فما تدينش بمعنى انه ما تحطش نفسك في حتة انا عمري أعلم ما هعمل كده. الشخص. اول لما تلقط نفسك ان عمري ما هعمل كده، ازاي عمل كده الشخص ده، ازاي قتل، ازاي سرق، بليز افتكر انك انسان، وافتكر انت انك بس ما انت اتحطتش كمان في نفس الظروف. ويمكن ما تتحطش فيها، ويمكن ما تسرقش، ويمكن ما تزنيش، ويمكن ما توصلش للحتة اللي فيها اجرام، بس اكيد اتحطيت في حتة تانية فيها خطية. لان الكونسبت بتاع الخطية، الكذبة السوداء والبيضة، الخطية الكبيرة قوي الخطية والخطية الصغيرة. الصغيرة، بتالي مش ده. لان دايما بنلاقي برضو في الايات، في الرسائل، انه في نفس الايه اللي فيها خبث فيها قتل، فيها انه ما تسرقوش، وفي نفس الوقت الرياء. فكأن ما فيش ليفلز. فانت لو بتكذب ممكن تكون بتتساوى في نفس الايه دي باللي بيقتل باللي بيقتل. مثلا. يا نهاري، طب ازاي انا بقتل والتاني مثلا، او حد بيقتل وحد بيسرق، ازاي يا رب بتقول انه الاتنين دول مش هيدخلوا ملكوت الله؟ اوكي. فكأن الايات بتعرفنا اكتر برضو انه الخطيه صعبه، الخطيه مش بعيدة عن أي حد. فطول ما أنا جوايا الكونسبتس دي وجوايا الطريقة دي من التفكير، أعتقد إن إحنا لا تدين ولا تدانوا مش هتبقى بتمنعني عن التفكير. أوكي. فده جزء تاني بحب قوي أفكر فيه، لأني من فترة اتخبطت جامد في الحتة بتاعت إنه طب لو حد عمل حاجة أخلاقيا غلط أقول رأيي ولا لأ؟ اوكي. طب لو قلت رأيي هقوله إزاي؟ طب لو حد أذى فعلا أو عمل ولا أسكت؟ المفروض طول الوقت أبقى ساكتة ماشية بتفرج على حاجات غلط أو لكن صح؟ أنا مش أفضل هتكلم على غلط، يعني هسيب الغلط يحصل زي عشان هو. ما أحكمش. بالظبط. يسوع نفسه كان بيقول إنه تعرف الشجرة من ثمارها. اوكي. فبالتالي وأنا ببص على يسوع بشوف هو عمل إزاي، لا يسوع كان بيكون وجهة نظر. يسوع كان بيحكم على الشجرة اللي قعدت وقت كتير قوي ما بتديش ثمر، إن هي خلاص ملهاش لازمة، ونكون بنحط الحاجات في سياقها الصح. فأنا لازم أكون بتعلم أو أكون وجهة نظر، أتعلم أميز، لأن برضو نفس الكتاب المقدس بيقول لنا إنه لازم نميز ده مكان ينفع أروح ولا ما ينفعش. حاجات أسئلة كتيرة قوي، طب ما دي كلها أنواع من الأحكام. فكأني في الآية دي أخاف قوي نكون بنحصر المعنى بتاعها في الجزء بتاع الإدانة وخلاص. فده معناه إني ما أحكمش، ده معناه إني ما أفكرش تفكير نقدي، ما ينفعش أكون balanced كده في طريقتي. هو either yes or no. في فرق ما بين اني ادرك الشخص ده واقف فين وبيعمل ايه، وبين اني الومه على اللي هو فيه، الومه الفعل، ولكن مش هدين الشخص، واحاول انه اقول له خلي بالك اللي بتعمله ده مش احسن حاجه، ينفع نشتغل عليه، بس انا لازلت بحبك، مش هداري ده جوايا. وبحس انه اللي بيخلينا اوقات سواء بحسن نيه او بسوء نيه نحكم، هو ان احنا حاطين ستاندرد عالي قوي للي ايه هو شكل الانسان. صحيح يسوع هو السبب في الستاندرد ده، يسوع هو اللي ورانا يعني ايه انسان بجد، ازاي يعيش وازاي يقدم محبة للناس اللي بتدينه، وازاي يحكم على الناس بمحبة. يعني كل الكونتراديكشنز اللي احنا بنتحط فيها هو ورانا ازاي ممكن تتعمل بمنتهى المحبة ومنتهى الجمال، وكانه بقى ستاندرد كلنا حلمنا انه مش بس نوصل له، بس اشوف كمان من ولا فيه في هذا الستاندرد، في هذا الشكل، وانا كمان في هذا الشكل. صعبة، لأن يسوع هو فعلا على البار قوي قوي قوي. بس وانت بتتكلم أول حاجة جت في دماغي المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. اوكي. هو كان معاها وجها لوجه، عينيه في عينيها، هو اللي كان ينفع أكتر واحد ايدنا you know what؟ هو أطلقها بس قال لها لا تخطئي. فهو في الإطلاق بتاعه ما قالش إن هي عملته كان صح. اوكي. فقال لها إنه لا، اللي انت لا تخطئي ده معناه إنه كان في خطأ حصل. بيقول لها I'm letting you go، أنا بطلقك بس خلي بالك ما تغلطيش تاني.
اوكي، وكأنه فكأن- دان الفعل في نفس الموقف، يس. بس بررها هي وبنعمة كشخص. بنعمة رهيبة. فبلاقي يسوع كل مرة بيبقى قدامه فرصة يدين، ويبقى من حقه. محدش فينا أوكي. هيتكلم او يعلق يقول ازاي يسوع، لا هو من حقه، لان هو هيز بيرفكت، ما عملهاش، ما عملش اي حاجة غلط. بلاقيه بنعمة رهيبة وبتواضع رهيب بيطلق. فلو انا هحط نفسي مكان يسوع وهكون عايزه ابقى زي يسوع، ما اختارش ابقى عايزه زيه في ايه وحاجات ومش تانية زيه في إيه. اتعمي عنها. فاي وود سي انه انا عايزه ابقى يسوع في الحاجتين، في التو سيتويشنز، في الموقفين. عايزه ابقى زيه اني مش عايزه اقع، وفي نفس الوقت عايزه ابقى زيه اني لما الاقي حد واقع ما اجلدهوش. لان يسوع طول الوقت كان عنده الفكر النقدي، هو بينقد المواقف. يدخل هيكل يشوف تصرف غلط فما يسكتش، هو حكم انه المنظر ده غلط. بيتي بيت صلاة صح، وان انتوا لصوص انتوا لصوص. ده ليه؟ حكم واضح. حكم واضح، بس مش علشان هو هنا عالي وكده، لا هو هنا في موقف غلط بيصححه، محتاج أوكي. تدخل. ولقى انه كل الناس تسيمز كانت بنصالحه مع الفكره انه الهيكل يحصل فيه كده، لكن هو قال انه لا. ففي اوقات، وده بيتطلب نمو روحي ونضوج على المستوى النفسي والروحي وعلى ابعاد كثيره قوي، امتى نقدر نكون بنصدر حكم في الوقت الصح ونقول انه لا ده غلط. وليه؟ والحكم ده يبقى محبة ونعمة برضو، بالظبط، مش بغضب وإدانة. خالص، ومش بإدانة، لتصحيح موقف. فلو أنا شايف إنه حد مثلا بيتحرش بواحدة، أقول لا مش هينفع، معلش مش أتدخل، هحكم مش عليه هينفع غلط. أحكم عليه. لا، أنت هنا أنت محتاج كإنسان عاقل أخلاقيا تقول اللي بيحصل ده غلط، اوكي. بس بوجه عام. انت مش جاي تدينه بينك وبينه او بينك او في قاعده على الضيق كده. شفت القعدات اللي ملهاش لازمه او النميمه او الحاجات اللي هي سايد توكس دي، ما اظنش خالص ان يسوع عملها. دي هي البذرة اللي منها بتبتدي الإدانة اللي بجد بقى، إنه فلان عمل كذا. حتى لو كان ده حصل فيا أنا شخصيا، أوقات مش بقوله علشان ألوم الفعل. أوقات بقول إنه الشخص ده عمل فيا كذا علشان أطلع الشخص شكله وحش قدام الناس دي. هل أنا بقولها لأني فعلا الفعل ده غلط فأحب إنه محدش فينا يعمل الفعل ده، ولا بقولها لأنه شايفين بقى الفعل الوحش ده فلان اللي عمله، كأني رميتها عليه في الاخر. ايوه، وكأن في الحته دي او في الجزء ده دايما بضحك، لان غالبا محدش فينا ما وقعش فيها. بما اننا كلنا وقعنا في نفس الحاجه، بخاف قوي بسبب البودكاست او حاجه سريعه حد يسمعها ويجري يقول ما احنا كلنا اتكلمنا على حد. لا، لو احنا بجد عملنا ده بيبقى قدامها لازم نتوب صح. بيني وبين ربنا، اقول انا اسفه يا رب سامحني، انا جبت سيره فلان بشكل وحش، او خليت الناس تفرح في فلان ان هو عمل حاجه معينه. فبحس انه يعني ده مش تصريح ان احنا خلاص عملنا كده كلنا فيلا، لا هي مش يلا. صح. واعتقد بما انك بقى جبتي سيره البودكاست والحاجات اللي بتبقى على السوشيال ميديا، اعتقد انه اللي بنشوفه على السوشيال ميديا بيسهل علينا قوي الاحكام. يعني سهل قوي ان اشوف صوره حد بوضع معين واقول انه انت ازاي قابل على نفسك تتصور كده، ازاي قبلتي انك تكتبي الكلام ده وتنزليه، كنت بتفكري في ايه وقتها. بحس انه السوشيال ميديا سهلت قوي قوي ان ادي احكام. ازاي اخد بالي من الموضوع ده؟ تدريب على ايه بقى؟ تدريب رهيب، تدريب رهيب. انا دي حاجه وقعت فيها. لما كنت بشوف حد ماتله، حد حصل عنده حاله وفاه او كده، والاقيه بينوح على الفيسبوك وعلى مش عارفه ايه، وفي الحياه الطبيعيه الاقيه مثلا خارج وكويس. طب ما هو كان كاتب على الفيسبوك انه متضايق وحزين وبيتقطع، ايه اللي حاصل؟ اوكي. وابقى very very judgmental وافضل احكم. مع الوقت انا فقدت ناس قريبه مني ورا بعض ماتوا، فبقيت اختبرت نوع جديد من المشاعر، انه انا ممكن ابقى حزينه قوي قوي في وقت فبكتب حاجه مثلا، وبعد شويه اقابل ناس واضحك. اوكي. فالسوشيال ميديا مؤخرا بقى مفهومي عنها انه لا، صعب قوي ان احنا نحكم من السوشيال ميديا، صعب قوي ان انا ادرب نفسي ما احكمش. فهي حاجات وعكسها، حاجات وعكس بعض. فبسبب السوشيال ميديا بقت هي المصدر بتاعنا، لازم ادرب نفسي انه المصدر بتاعي يبقى الحق، مش بس 24 ساعه بتاعتي هي الفيسبوك او انستجرام او تيك توك او وات ايفر بودكاست او لا. انا لازم يبقى عندي دواير حقيقيه فيزيكال، ناس بتكون هي دي الجسد بتاعي. لازم يبقى عندي الكتاب المقدس هو المرجع بتاعي، لان لو ما دخلتش
في عقلي input في حق، انا لو اتنططت ولو قعدت اقول انا وانت في حاجات كتيره قوي 1 2 3، غالبا الناس غصب عننا كلنا اتبرمجنا نحكم بالصور. صح. وعلشان كده ده لازمة بودكاست مثلا زي دلوقتي، انه لما حد يسمعنا يطلع الفيسبوك ما فيهوش كل الحقيقة. It's just a moment، هي لحظة في حياة بني آدم. وكأنه عكس اللي قلتيه في الاول، لو انا في الحياه الريال لايف بعمل زوم اوت عشان اشوف الصوره كامله، انا وقت في السوشيال ميديا محتاج اعمل زوم ان عشان ادرك انه في عمق ورا اللي مكتوب. يعني الموضوع مش بس الصوره اللي مبعوثه، الموضوع مش بس الكلام اللي مكتوب، لا الشخص ده وراه قصه، الشخص ده وراه ستوري، اكيد في حاجات كتيره الظروف حطيته خليته يبقى في وضع زي ده. لا حقي احكم عليه ولا حقي ادينه، بس حقه عليا اني اقدم له محبه بجد. يس يعني انا حقيقي بجد استمتعت قوي بالكلام معاك يا منى، وبجد يعني جزء الادانه تحدي كبير قوي في حياتنا كشباب، بنعدي فيه من اول ما بنصحى الصبح لحد ما بننام بالليل. بنبص على ناس ونحط عليهم ليبلز ونحكم عليهم، وحتى ما بنعملش كده مع نفسنا. يعني بنعرف نعمل قوي كده مع الناس، ما نعرفش نعمل كده مع نفسنا. فبصلي من كل قلبي انه ربنا يساعدنا نتخلص من العادة السيئة دي. حاجة أخيرة برضو عايزة أقولها، إنه الإدانة أو التوبيك ده كبير، فحاجة من الحاجات اللي محتاجين نكون بنعملها إنه من وقت للتاني نكون بنتوب وبنفحص عنها نفسنا تاني. وبنفحص نفسنا. Yes. ولو لقينا حاجة حتى لو عدت، لا محتاجين نكون بجد بنتوب عنها، ما نعملهاش تاني. فطول الوقت يبقى في رحمة ونعمة وتوبة. امين امين. انا انبسطت جدا معاك يا مانو، وحقيقي كان وقت مثمر قوي. ويا رب كل العادات بتاعت النميمة تبقى عادات شبه دي كده فيها يا رب. كلام مهم فعلا، كلام مفيد. شكرا جدا يا مانويل. ثانك يو كريم.